يا صباح الفل والورد والياسمين على أجمل اخوات في الدنيا. وحشتوني كتير كتير. بما إن خلاص شهر الخير على الأبواب وفاضل كلها أيام، ونبدأ العزومات ولمة الحبايب والأصحاب، وعشان نعمل سفرة جميلة وتشرفنا قدام حبايبنا عملت لكم وصفة اقتصادية جميلة. هي البانيه شركات، من نص من صدر فرخة واحدة بس عملنا الكمية دي كلها. تعالى اقول لكم عملناها ازاي. عندي صدر فرخة بصلتين مضربان في الكبة، فيجيتار حار. البهارات عبارة عن كمون وفلفل اسود مرقة دجاج. هنزل بصدر الفرخة فرماه، وانزل عليه بالبصلتين اللي انا فرمتهم في الكبة، وبعد كده بالفيجيتار الحار والبهارات، واعجنهم واسيبهم في التلاجة نص ساعة بس تجمد شوية عشان اعرف اشكل. طلعتهم من التلاجة وهبدأ في التشكيل. عندي ده كريسبي، بيجي من عند اي عطار وساعات بيكون جاهز. انا فرمته خليته ناعم شوية، ما حبيتش الكبير او الشكل اللي بيجي عليه، حبيت الصغير. ودي مية عادية مش محتاجة بيض، انا عايزة وصفة اقتصادية مش تكلفنا حاجات كتيرة. هبدأ في تشكيل. هاخد كمية صغيرة اعملها على شكل كرة، وابدأ افردها على شكل بانيه اللي احنا بنشتريه من برا، البانيه الجاهز. هظبط القطعة، بعد كده هنزلها في مية، وبعد كده هنزله في الكريسبي. انا اسفة ان انا بستخدم ايدي، بس والله ما بعرفش اتحكم بالمعلقة او الشوكة، سامحوني في الحتة دي. شفتي انا ممكن اكتفي بالطبقة الاولى، بس انا بحب القرمشة بتاعتها تكون كبيرة عالية، عشان كده برجعها تاني في المية وارجعه تاني على الكريسبي تديني اكبر كمية قرمشة. عايزة القرمشة بتاعتها تكون عالية زي الجهاز بالظبط. شفتوا حاجة بسم الله ما شاء الله، ريحة وطعم فوق الخيال، مش قادرة اوصفهولكوا عامل ازاي. انا بشكلها على حسب مزاجك، يعني ممكن تعملي كبير او صغير. انا عملت الكبير من شوية وادي الصغير، حبيت اوريكم الشكلين. انا بفضل الصغير اصلا، ما بحبش الكبير عشان الاطفال يعرفوا يمسكوا القطعة وياكلوا منها، عشان كده انا بفضل الصغير. اظبط القطعة وانزلها في المية، بعد كده احطها في الكريسبي. ممكن اكتفي بطبقة واحدة، بس انا بحب طبقتين كل واحد وحسب مزاجه. برجعها تاني في المية وارجعها تاني للكريسبي تديني الطبقة التانية. هكمل الكمية كلها واوريكم بعد ما اخلص. انا كده بعد ما خلصت الكمية كلها، حاجة بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اكبر كمية تعدي 25 قطعة معايا من صدر فرخة واحد بس. عملت 25 قطعة تكفي عائلة وأصدقاء وأحبابي. وصفة سهلة واقتصادية، مش متكلفاني حاجات كتيرة، وسهلة مش محتاجة فلوس كتير. يا رب الفكرة تعجبكم، مستنية رأيكم في التعليقات. باي باي.